إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم. الحقيقة برشا حاجات ناقصة، برشا حاجات ناقصة في الفنون. ما عندناش دور ثقافة، ما عندناش فضاءات برشا مهيئة للعروض. عندنا كان مركز فنون درامية ورقحية اللي هو معناها موجود وفضاء تنجمي تقولي كونفورتابل للعرض للبروفا لكن قداش منه قداش باش يستوعب. تبارك الله روح عندنا ما شاء الله في جهة قفصة جمعيات شركات معناها برشا معناها وما نجمش اللي في المتلاوي يجي يبرف في قفصة ويرجع للمتلاوي ولا يجوا مساكن معناها ينقص برشا حاجات في جهة قفصة. كيما ماذا بينا انا تو كنت معناها نحكي مع سيد الوزير قلت ماذا بينا المركز يولي قري علاش لما لا معناها في قفصة في جهة قفصة علاش اللي يتخرج يمشي يقرا في تونس ساعات واحد ما ينجمش مسكين الظروف ما تسمحش ماديا علاش ما يقراش في قفصة وعلاش ما فما معناها السونتر ما يوليش يقري وحتى انترن علاش لا الفضاء موجود ينقص كان البني التجهيز يعني نجم يكون علاش لا ان شاء الله هو لما حل وعدني قال لي بحول الله فما يعني فما على الأقل يشجع المركز بعديد خاصة الوحدة الضوئية. النقائص هي بعض الماتريال خاصة على مستوى الإضاءة، أيضا تجهيز القاعة اللي أصبحت قاعة عروض زاد خاصة على مستوى الكراسي والكليماتيزاسيون زاد باش تتعاود. أيضا عندنا قاعة رقص ما زالت ما في طور الإنجاز، ماذا بينا كان يزيد يتولها أنها زادت تصبح معناها فن الرقص موجود في قفصة. اليوم تدشين ساحة فنون بقفصة وإعلان قفصة مدينة فنون 2016-2017 وإن شاء الله يكون فما شراكة بين الوزارة وولاية قفصة لإقامة عديد التظاهرات والأعمال والبرامج اللي هي تقدم في قفصة وخارج قفصة من المثقفي قفصة من مبدعيها من المجتمع المدني. تقريص الميزانية هذا خطأ مش صحيح. ميزانية وزارة الثقافة 2017 زادت لها 30 مليار وفما بنسبة 13% من الميزانية نتاع 2016. هذا كذب يعني وهذا افتراء ومش معقول أنه نقعدوا نداولوا في أخطاء ويعني كذب. مدن فنون مدن هو يعني فكرة أساسية لأنها أولا تعطي لكل جهة من جهات تونس إمكانية أن تصبح يعني مركز إشعاع قوة اقتراح ومبادرة، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا لأنه انطلاقا من المشاريع التي ستقدم من المثقفين والمبدعين والمجتمع المدني يقع دعمها من الوزارة بميزانية إضافية خارج السياق المعروف هو يعني سياق المندوبية، ولكن طبعا بالتعاون والتكامل مع المندوبية. إذا هذا باش يعطي
لكل جهه من تونس بما في ذلك يعني قفصه امكانيات يعني اضافيه للعمل والاجتهاد والابداع والخلق يعني، وهذا كله مهم جدا. اللقاء باش يكون مع المثقفين المبدعين، وان شاء الله هذا الاهم ان ننطلقوا منه لمعاينه اولا الوضع الثقافي في قفصه، ثم اصلاح ما يمكن اصلاحه ودعم ما يمكن دعمه يعني من خلال كل ما يمشي يصدر من. انا اعتقد ان الفكره اللي انطلقنا فيها منذ عقود في الحقيقه انه المركز يكون تونس العاصمه، وان كل شيء خارج العاصمه ما يكونش عنده ولا يكون عنده اهميه اقل، هذا مش ممكن. يعني لابد ان يكون عندنا فكره في اعطاء الجهات خاصه الجهات كما قفصه، ولابد ان تحظى بالمبدا التمييز الايجابي ما يمكن ان يعني يكون عندها من امكانيات وتمويل اضافي باش تقدم اعمالها وتنشط في قفصه وخارج قفصه. إذاعة قفصة مراية تتكلم.